ازاي نستلف رصيد صافي على خطنا بتاع فودافون بتاعنا بكل سهوله بكل بساطه بدون اي ادنى مشكله تماما؟ تابعوا معايا الشرح. كل اللي علينا هنمسك موبايلنا مع بعض، وبعد كده هنروح مع بعض على الهاتف. شاشه الهاتف، هنخش عليه بالشكل ده الهاتف زر اتصال. وبعد ما احنا دخلنا على الهاتف زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده، هنكتب الكود ده مع بعض علشان خاطر نقدر من خلاله نستلف رصيد صافي من فودافون لخطنا بتاع فودافون. الكود هو نجمه علامة النجمة، العلامة النجمية 3 1 3 3 شباك هاش علامة المربع اتصال. تم محو النص إجراء وبعد ما دوسنا مع بعض اتصال هنقلب لحد ما نوصل للشريحه بتاعتنا اللي بتاع فودافون. احنا مخلينا على 2. 22. طبعا بمجرد ما احنا بندوس على الشريحه بتاع فودافون بتاعتنا اتصال بيجينا قدامنا مربع حواري ويقول لنا طلبكم قيد التنفيذ. طبعا احنا بندوس موافق. بمجرد ما احنا بندوس موافق كده خلاص بتوصل لنا رساله بالتاكيد ان احنا استلفنا رصيد صافي من فودافون لخطنا بنجاح، وطبعا بنقدر نستخدمه زي ما احنا عايزين. ولكن انا مش هدوس موافق علشان خاطر مش حابب بصراحه ان انا استلف علشان ما يتكونش عليا، فمفيش داعي ان انا ادوس موافق. ولكن تقدروا حضراتكم تجربوا الكود عندكم وان شاء الله يشتغل مع حضراتكم. لحد هنا نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم، ولو فيكم اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي مشكله مواجهاه من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامه او من عالم التكنولوجيا عامه، يقدر يكتب لي سؤاله او استفساره او مشكلته اللي مواجهاه من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامه او من عالم التكنولوجيا عامه في التعليقات. وانا ان شاء الله باذن الله بنشيط الله تعالى هشوف كل تعليقاتكم وهرد لكم عليها باذن الله. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم صلوا على النبي. شريط التنقل.